زوجة الابن دي عروسة جديدة لسه يا دوب داخلة العيلة دي جديد، ما تعرفش عاداتهم ولا تقاليدهم، فعايشين كلهم في بيت عيلة. جهزت الغدا ولسه هتقعد على السفرة عشان تاكل، حماها زعق فيها وقال لها انت هتعملي ايه؟ قالت له هقعد علشان اكل. قال لها ازاي يعني؟ انت ما تعرفيش ان الستات ما ينفعش تاكل معانا على السفرة؟ انت تاخدي اكلك وتدخلي تاكلي في اي مكان. قالت له هاكل فين؟ قال لها تاكلي في المطبخ، تاكلي في اوضتك، في اي مكان، لكن ما ينفعش واحدة ست تقعد تاكل معانا على نفس السفرة. قالت له معقولة الكلام ده؟ الحاجات دي حاجات قديمة كانت تتعمل زمان، لكن دلوقتي خلاص ما بقاش حد يعمل كده. قال لها العادات والتقاليد دي لسه مستمرة عندنا ولازم تحترميها. فقالت لجوزها ايه الكلام ده؟ دلوقتي في مساواة بين الراجل والمرأة، مفيش حاجة اسمها ان الراجل احسن من الست. قالت لجوزها وانت معاهم في الكلام ده؟ فقال لها انا ما اقدرش اكسر كلام ابويا، ودي عاداتنا وتقاليدنا. ايه رأيكم في كلام الزوجة؟ ولو انت مكانها كنت هتتصرفي ازاي؟ منتظرة ردك في التعليقات، وما تنسيش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام.